أو البساتين أيضا في البحرين، وفي نادي دبي الإماراتي، وفي نادي الجيش السوري. المجموعة من التجارب الخارجية وتجربة كبيرة محلية. حسون الشيخ أمام الكرة يتركها، تنفيذ خطير والكرة في الشباك. هدف أول لمصلحة الفيصلي. الكرة الثابتة تأتي بالجديد، والفيصلي يهز الشباك للمرة الأولى في هذا اللقاء بالكرة القوية المتقنة في شباك مصطفى أبو مسامح عن طريق علاء مطالقة. علاء مطالقة ينجح في هز الشباك في تغيير نتيجة هذا اللقاء بعد كرة ثابتة حصل عليها حسون الشيخ، نفذها علاء بروعة بشكل جميل ذكية جدا في شباك الحارس أبو مسامح، تهز الشباك وتغير نتيجة اللقاء مبكرا في الدقيقة 16. هذا هو علاء مطالقة أمامنا على الصورة. لاعب النادي الفيصلي ينجح في كسر جمود التعادل السلبي سريعا ويرفع حرارة وإيقاع اللقاء. لاحظ الكرة يسارية قوية في وسط المرمى، ربما يحمل مسؤولية مصطفى أبو مسامح عن دخول هذه الكرة في شباكه. كانت صعبة لكن كانت ممكنة، إنما علاء مطالقة يتفوق ويسجل ويقود الفيصلي المقدمة بهدف أول.